يلا بقى بينا نعمل عشوة كده او غدوة سهلة وسريعة وحاجة بسيطة كده على قد الايد. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتحطوا لنا تعليق، تقولوا لنا رأيكم في الأكلة وتقولوا لنا عايزيننا نتكلم عن ايه عشان نتكلم عليه عشان اعمله لكم. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة انا جبت دون حوالي كيلو الا ربع من الطماطم. لو عايز تقلليها عادي ممكن تخليه نص كيلو. هبتدي بقى ان انا اقطعها. خلاص كده قطعتها، وهجيب بقى حته فلفل حمراء. لو ما عندكيش فلفل احمر عادي ممكن تحطي فلفل اخضر، بس الفلفل الاحمر بيدي طعم اكتر واحلى. وطبعا كده خلاص ضربتها في الخلاط، وهبتدي ان انا اصفيها. ولو عندك مصفى كبير برضو صفي عشان الوصفه دي لازم أن تكون الطماطم متصفيه، ما ينفعش تحطيها كده خالص على الوصفه اللي احنا هنعملها. وبعد كده حطيت الحلة على نار، وهبتدي ان انا اسيبها كده تسخن، يعني الماء اللي فيها دي تنشف. وهبتدي ان انا انزل باي حتة سمنة او زبدة او آه، سمنة بلدي. لو سمنة بلدي يا لهوي بتبقى جميلة جدا. بس انا اللي كان عندي سمنة عادية، فحطيت حوالي معلقة كبيرة، ونزلت ب3 معالق من الزيت الكبار. وهبتدي انزل من الكيلو المكرونة عليها اول ما الزيت يسخن. وطبعا جيت اقلب بالمعلقة الاسباتيلا، لقيتها مش حلوة خالص في حكاية التقليب دي. فجبت طبعا المعلقة السليستين دي جميلة جدا، فابتدي ان انا اقلب بيها كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا احمرها. لازم أن يكون ايدك تكون فيها علشان خاطر تحمر وتبقى في المظبوط زي ما انت شايفة كده بالظبط. وهبتدي بقى اديها كام تقليبة كده. اول بس ما تاخد الحمار بتاعها اللي انا عايزاه هبتدي اروح نازلة بالصلصة على طول. وطبعا الصلصة انا مصفياها، وده كله على النار. هنزل بيها كده على النار زي ما انتم شايفين كده. انا مش هزود ميه ولا اي حاجه، هي الصلصه بتاعتها كده خلاص مظبوطه. هبتدي بقى ان انا اجيب واحده مرقه ماجي. نسيت اقول لكم يا جماعه، انا حطيت شطافه الشفشه اللي انا كنت بعمل فيه طماطم وحطيته، بس انا حبه صغننين خالص. وجبت واحده مرقه ماجي وفضلت ان انا افركها كده ونزلت عليهم بيها في الحله. وهنزل بمعلقه فلفل اسود، وهنزل بمعلقتين من الملح. طبعا ما تنسيش ان انت حاطه مرقه ماجي ولسه هتبوش، فما تتزوديش الملح. هما دوت معلقتين من الصغننين، لو من الكبيره يبقى معلقه واحده بس. وخلاص كده هسيبها بقى تغلي مع نفسها. بس كده خلاص هسيبها بقى ان هي تستوي مع نفسها. وهروح بقى اشوف اعمل جنبها. طبعا كان عندي البتنجانه دي، فقلت لا انا هاخد نصها بس مش هاخدها كلها زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. اي طريقة، يعني طريقة عشوائية، مش لازم أن تكون طريقة اللي انتوا بتشوفوها على النت. لا، طريقة عشوائية عادي زي ما بتقطعوا الحاجة عندكم. وطبعا لقيت القرن الفلفل ده كمان، قلت ما اعمله بالمرة، اخليه حاجة حراقة جنبها كده تبقى جميلة. زي ما انتم شايفين خلاص كده بقى هبتدي ان انا اركنهم. وهبتدي بقى ان انا اعمل الخلطة اللي انا هحطها على البتنجان. بس الخلطة دي يا جماعة ركزوا فيها جدا، عشان الخلطة دي جميلة جدا جدا وهتعجبكم قوي قوي في طعمها وفي كل حاجة. جبت الكبة بقى هضرب فيها كل حاجة. طبعا لو مش عندك الكبة ممكن في الهون بتاعك تضربي فيه كل ده. حطيت بقى نص واحدة فلفل من الحمرة، فلفل احمر. وحطيت عليه طماطمايه ونص فلفل اخضر، وعصرت عليه كده نص ليمونة. وهنزل بقى بمعلقتين من الخل، وهنزل بمعلقة كبيرة من جبس الرمان. طبعا يا جماعه عايزه اعرفكم ان جبس الرمان ده في الخلطه دي قسما بالله حاجه عظمه بجد. بس لو مش موجوده مش متاحه عادي ممكن ما تحطيش، تحطي بدلها معلقتين زيت زيتون. ونزلت بمعلقه ملح، ونزلت بمعلقه كمون. وهبتدي بقى ان انا اضربها وارجع لكم تاني. خلاص كده ضربتها وخلصتها. هبتدي بقى ان انا اوريها لكم طبعا انا جيت حطيتها في الطبق الصغنطوط ده طلعت كتير على الطبق، بس قلت مش مهم بقى مادام حطيتها خلاص. زي ما انتم شايفين قسما بالله طلعت طعمها جميل جدا جدا على البتنجان. وخلاص كده المكرونه بتاعتنا بقت جاهزه. هنركنها بقى ونروح على البتنجان نحمره، عشان البتنجان لازم يكون في الاخر عشان يبقى سخن.
عشان يبقى سخن جنب المكرونه كده في الشتاء اللي احنا فيه ده، تبقى حاجه سخنه في سخنه كده، حاجه سخنه في سخنه، فتبقى جميله. فزي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا احمر البتنجان. ما تخافيش ان هو احمر شويه، لا، عشان بس ايه، انا قطعت الراق رفيع فبيحمر بسرعه زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما بحط الزيت كتير عشان خاطر البتنجان بالذات بيشرب زيت كتير جدا جدا. خلاص كده بقى. وكان عندي برضو في الفلاية، رحت ماسكاها مقطعاها حطيتها بالشكل ده، وابتديت انزل بالخلطة فوقيها. وبخلاص كده، خلاص كده خلصنا، يبقى الفهنا. وخلاص كده خلصنا الأكلة الحلوة بتاعتنا دي، وحاجة كده عظمة. أهم حاجة تنسوش اللايك.